يا أهلا بالفيلموية، ورجعنا لكم تاني. يا رب تكونوا جاهزين لتجربة حلوة ومشوقة عشان معانا حاجة مميزة ليكم النهاردة. ارتاحوا وهاتوا التسالي ويلا بينا نخش في الملخص على طول. بس الأول ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبتدي. حكايتنا بتبدأ مع أنتوني روبلاس، وده شاب اتولد من غير رجله اليمين وعاش في منطقة اسمها ميسا في أريزونا، وأمه جودي كانت ست شاطرة وبتشتغل في تارجت عشان تصرف على البيت. وبرغم ان الناس كانوا بيبصوا عليه بطريقه مش حلوه، وكمان برغم التحديات الجسديه، انتوني طور شخصيه قويه وما استسلمش بسهوله. وفي الثانويه اكتشف حبه للمصارعه وانضم لفريق المدرسه. في الاول ناس كتير كانوا مش مصدقين قدراته، لكن هو باصراره وتعبه بقى مصارع جامد، وكان دايما مركز حتى في الماتشات الصعبه ولحظات الشك، وعمره ما استسلم. وبعد ما خلص المدرسه قرر يكمل مصارعه في الكليه، وجاله عرض من جامعه دريكسل بمنحه كامله تغطي كل مصاريفه. لكن الغريب انه ما كانش مبسوط قوي بالعرض ده، واكتفى انه يشكر مستر شيرمان ويقول له انه مضطر يمشي عشان عنده مشوار. وقال له ام جودي هشوفك في الاوتيل يا ماما. وعائلة انتوني كانت مكونة من ام جودي وجوز امه ريك واخواته من الاب اللي كانوا بيحبوه جدا. لكن ريك كان ساعات بيعامله بعنف ومحدش كان فاهم ليه. ولما انتوني تردد انه يقبل منحة دريكسل، ريك قعد يقلل منه ويتريق عليه ويقول له حاجة زي لو عندي فرصتك ما كنتش هقعد ادور على اصحاب السوابق عشان شغل بقرشين. واسلوب ريك كان قاسي وبيجرح، وده اثر في انتوني وجودي، لكن محدش كان بيواجهه وقتها. وتاني يوم مدرب مدرسة انتوني في الثانوية اللي اسمه بوب ويليامز شجعه انه يقدم على كليات تانية، لكن انتوني كان مصمم على كلية ايوا عشان سمعتها القوية في المصارعة، بالرغم من ان الكل كان شايف انه حظوظه ضعيفة عشان يدخلها. وبوبي قال له في كليات تانية غير ايوا، وفي ميداليات تانية غير الذهب، وكل الكليات الكبيرة شافتك بتصارع، ايوا وكورنيل واكلاهوما ستيت، ولحد دلوقتي دريكسل هي الوحيدة اللي قدمت لك عرض، واللي لازم اقول لك انه عرض كويس. وفي نفس الوقت انتوني كان بيشتغل جزء من اليوم في نادي اسمه جيت كلوب كعمل نظافة، وزمايله هناك كانوا بيدعموه. وفي مدرب تاني اسمه شون تشارلز شرح له قد ايه كلية ايوا تنافسية، وقال له ان احسن حل انه يحاول ينضم لفريق المصارعة بتاع جامعة اريزونا كمدرب جديد من غير منحة، لكن انتون رفض انه يستسلم. وبالليل لما رجع البيت، ريك قعد يتريق عليه على السفرة بالقصد عشان يستفزه، وابتدى يهدده بطريقة مش مباشرة. وجودي حاولت تتدخل لكن كانت خايفة من عصبيته. وبعد ما ريك مشي الجو هدي شوية، وفضلوا يضحكوا وياكلوا ايس كريم. وتاني يوم في الشغل انتون استلم جواب رفض من كلية ايوا، واتضايق جدا وراح حكى مع واحد من زمايله اللي ساعده يفكر في الحلول اللي قدامه، وقال له هتقعد تحاول تدخل كلية مش قادر تدفع مصاريفها، ولا تروح دريكسل اللي عايزاك ببلاش. وبالليل انتون لقى جودي بتعيط في الصالة، حاولت تخبي دموعها لكن هو لاحظ ان في خرم في الحيطة، وسألها بجدية ايه اللي حصل. فقالت له انها كانت متضايقة واتهمت ريك بحاجات طلعت مش حقيقية، وكمان عرف ان ريك سابهم ومشي. وانتوني طمنها ووعدها انه هيفضل جنبها. في الاخر انتوني قرر ينضم لجامعة ولاية اريزونا كمتدرب في فريق المصارعة من غير منحة. وفي اول يوم المدرب شون حذر الفريق ان بس 22 من 55 مصارع هيبقوا في القائمة النهائية، وانتوني اشتغل على نفسه بقوة عشان يثبت جدارته. وفي التمرين شون ركز على اهمية التوازن، وصارع انتوني بنفسه علشان يوريه ازاي التوازن مهم. وبعدها انتوني قابل بوبي اللي نصحه يقوي رجله الوحيدة عشان تعوض اي نقص، ففضل يتمرن بشكل رهيب. وفي نفس اليوم طلع جبال فينيكس عشان يتمرن ويزود تحمله عشان يبقى زي زمايله. وتاني يوم الفريق كله طلع الجبل في تمرين جماعي، وانتوني خلاهم يشوفوا شجاعة كبيرة، ووقع في نص الطريق بس رفض اي مساعدة وكمل لوحده. ولما وصل القمة كان الفريق قاعد مستريح وبصين عليه بانبهار، وخصوصا المدرب شون اللي بص عليه وقال بهدوء حاجة زي يا ساتر يا رب. وبالليل انتوني رجع البيت ولقى ريك راجع، وريك اعتذر عن تصرفاته وقال كلام عن الرجولة والاعتذار، وانه مقدر الست اللي معاه وعارف يعمل ايه عشان يسعدها. وجودي تحت تأثيره عملت وشم باقتراح منه، وانتوني حس ان رجوع ريك مش هينفعهم، وفضل طول الليل يرفع حديد وما قعدش مع العيلة عشان يركز في حلمه. وساعتها افتكر ذكريات طفولته المؤلمة مع ريك، زي لما كان بيقول له انت عارف ان انا مش ابوك صح، ولازم تبقى مبسوط انك لاقي حد مهتم بيك اصلا. وتاني يوم المدرب شون قال لهم ان ميعاد اختيار القائمة النهائية قرب، وان اللي مش هيتاخد هيمشي. وبالليل انتوني قاعد ياكل مع عيلته، بس ريك فضل يتريق عليه برضه، وانتوني ما كانش عايز ياكل عشان عنده ماتش، وريك اصر يروح معاه برغم ان انتوني ما حبش كده، وقال حاجة زي طب ايه رأيك نروح كلنا كعيلة. وقبل ما انتوني يمشي من البيت
التليفون رن وكان في حد عايز ريك، وقال لأنتوني بغضب خليه يجي للتليفون لأنه بيطنشني بقاله أسبوع، وبلغه إنه لما الواحد بيطرد من الشغل لازم ياخد حاجته معاه قبل ما تترمي في الزبالة، فاهم؟ وأنتوني ساعتها خرج وما قالش حاجة لريك. وفي الماتش أنتوني واجه خصم أطول وأكبر وكان تحت ضغط نفسي من وجود ريك، والماتش كان صعب وهو معرفش يكسبه. وبالليل لما رجع البيت الجو زاد توتر، وريك عايره بالهزيمة، وأنتوني اتعصب وقال إن ريك أصلا مطرود من شغله. وجودي دافعت عن أنتوني، لكن ريك قلب الكلام عليها وقال لها فكري في اللي عندك. وجودي طلبت من أنتوني يدخل ينام والموضوع ما اتحلش. وتاني يوم أنتوني راح للمدرب شون عشان يعرف مصيره في الفريق، وفي الأول شون اتكلم معاه شوية عن مواضيع تانية، وبعدين قال له هغير اللاعب لوزن 133 وهسيبك انت في وزن 125، مبروك انت معانا في الفريق. والخبر فرح أنتوني وضمن مكانه في الفريق. ولما رجع البيت قال له أمه جودي اللي كانت بتكوي هدوم ريك، وهي فرحت بيه قوي وباسته وقالت له انها طول عمرها مصدقه فيه. لكن أنتوني لاحظ كدمات على ايدها وفهم على طول ان ريك اكيد ضربها، بس هي كانت مصممه تقول له ما يقلقش، وقالت له انها عارفه هتتصرف، وقالت له بحماس انت خلاص بقيت في الفريق وبعدين انا قادر اخلص نفسي. بعد كده في السنه الثانيه لأنتوني في الكليه، المدرب شون جمع الفريق وقال لهم خبر وحش، انا مش مبسوط زيكم باللي حاصل، بس ده النظام، لو مش بتكسبوا فلوس للناس فمحدش مضطر يساعدكم، وانا عملت كل اللي اقدر عليه عشان امنع اللي بيحصل ده، بس انا قصرت معاكم واسف. والخبر ده صدم الكل وخصوصا أنتوني اللي كان لسه عايز يثبت نفسه اكتر. وفي البيت جودي كانت زعلانه على ابنها لما عرفت الخبر، وهو قرر انه يزود ساعات شغله بدل التمرين، واعترف ان ريك كان عنده شويه حق لما قال ان المصارعه مش هتدفع الفواتير لكن الشغل هيدفعها. وقال لامه يا ماما دي رياضه مش هتجيب اكل على السفره. وجودي ما حبتش تناقشه بالرغم من ان المصارعه كانت شغفه، وفضلت زعلانه من جواها لانها حاسه انها مش قادره تساعده زي ما كانت متوقعه. وبعد كام شهر في سنه أنتوني الثانيه رجع في يوم البيت ولقى جودي بتتخانق مع واحد من البنك، والراجل قال انهم ما دفعوش الاقساط بقالهم 6 شهور وان عندهم 90 يوم يمشوا من البيت. وجودي اتعصبت وقطعت الورق وقالت له اطلع بره مالكش مكان هنا، همشيك بنفسي وهكلم البوليس. وبالليل وهي في اوضتها كانت بتلم هدوم ريك وهي بتعيط وبتقول انها مش عارفه تحمي ولادها من انهم يبقوا من غير بيت. وأنتوني بصلها وقال لها انها لازم تلاقي حل، وفي الاخر وافقت وهي بتعيط وخلصوا الليل على كده. وبعد كذا يوم أنتوني لقى جردل مليان قطن فيه دم كأن حد طول الوقت كان بيدبسه بإبر، واستغرب وطلع بالعربية يلف في المنطقة لحد ما لقى أمه في خيمة للتبرع بالدم، وقرب منها وسألها بقالها قد إيه بتعمل كده، فاعترفت إنها مش بقالها كتير، بس قالت أنا بعمله أحيانا لما بنكون محتاجين ومن غيره كنا هنضيع. وأنتوني زعل وأخد بإيدها عشان يطمنها وهم راجعين البيت. وفي نفس اليوم جودي كانت بتعمل مكالمات كتير ومرهقة مع البنك ومؤسسات تانية عشان تجيب ورق يثبت انهم دفعوا اقساطهم قبل كده، وكانت بتقول الو انا بس عايز اعرف امتى اخر مرة دفعنا فيها، طيب لو انتوا مش عارفين مين اللي يعرف. وقالت العنوان 8503 شارع ايست هارموني افينيو. واخيرا عرفت تخليهم يبعتوا لها الورق ده على البيت. وفي الوقت ده المدرب شون كلم أنتوني في مكتبه وقال له ان في شويه خريجين من الجامعه سمعوا بالمشكله ووعد انهم هيتبرعوا بفلوس عشان يرجعوا برنامج المصارعه، بس في مشكله تانية وهي انهم هيقللوا الميزانيه، وده معناه ان عدد المصارعين اللي هيكملوا هيبقى اقل. وشون شرح له انه علشان يفضل في الفريق لازم كل واحد عنده منحه دراسيه لازم يوافق انه ياخد فلوس اقل. وشون جاب له برطمانين وقال له لازم نعمل تصويت ونبقى عادلين، برطمان معاك وبرطمان ضدك، وكل اللي عنده منحه يصوت ولازم كله يكون بالاجماع. وأنتوني كان متضايق من الوضع، بس فجأة شون قال له ان التصويت حصل خلاص والبرطمان اللي معاه مليان عملات، يعني الكل وافق يفضل معاه في الفريق. ولما خرج لقى زمايله كلهم في المكتب بيباركوا له وقالوا له انهم اختاروا له انه اشجع واحد فيهم وانه يستحق مكانه، وقالوا له يا اما كلنا نبقى بره يا اما كلنا نبقى مع بعض. وتاني يوم أنتوني لعب ماتش جديد في الكليه مع منافس بيمثل فريق تاني وقدر يهزمه، وطلع اسمه في الاخبار وزمايله شجعوه جامد وبقى عنصر اساسي في الفريق والناس بقت معترفه بانجازاته. وفي نفس الوقت وام جودي ركزت كل اهتمامها على انها تصلح ديونهم وابتدت تدور في قوانين الرهن العقاري لحد ما راحت مكتب الراجل اللي من البنك الوطني وقالت له بكل ثقه لحد دلوقتي ده ممنوع عليك اي نشاط اقراضي واظن انت عارف الكلام ده، وطلعت له ورق بتطالب فيه بحقها في ال 18 شهر عشان تظبط وضعها، والراجل باين عليه انه عارف المعلومه دي فعلا واضطر يوافق اخيرا. وبعد كده بنشوف أنتوني في الجيم بيتمرن مع زمايله، وفي وقت الراحه صاحبه وراله مين اللي هينافسه في النهائيات، واللي هينافسه اسمه مات ماكدون. ومات ده عمره ما خسر ولا جوله في الكليه
وزمايله توقعوا ان أنتوني خاف، بس هو قال لهم انه علشان كده هو بيجي التمرين بدري كل يوم عشان يشتغل على نفسه اكتر من اي حد. وبدأت بطولة ال NCAA للمصارعة، وأنتوني قدر يتأهل، والمنافسة كانت شديدة جدا، لكن أنتوني كان بيلعب بشجاعة وثقة في نفسه. وبعد ماتش صعب هزم خصمه وتأهل للنهائي، لكن لما شاف مات من بعيد حس برهبة وخوف، وزميله حاول يطمنه وقال له انه يستحق الفوز لانه اشتغل على نفسه كتير. لكن أنتوني رد وقال هو مش زي البقية، ده ابوه دخله المصارعة وهو عنده 3 سنين، وكلية ايوه ضمته وهو عنده 13، وبيقدر يعمل ضغط وبنش 10 مرات وعمره ما خسر. وتاني يوم كان ماتش النهائي المنتظر بين أنتوني ومات اللي كان متصنف اعلى واحد، والجو في القاعة كان مليان حماس رهيب، والجمهور بيشجع الاتنين بجنون، وجودي كانت موجودة بتشجع ابنها. لكن لما الماتش بدأ أنتوني استعجل شوية وعمل حركات مش مظبوطة بسبب توتره، ومات استغل ده وقدر يثبت أنتوني ويكسب الماتش. وأنتوني اتضايق جدا، لكن مدربه القديم بوبي جه وواساه وقال له مفيش فرحة من غير ألم، ومفيش نجاح من غير فشل، والمكسب والخسارة زي وشين لعملة واحدة، واحنا ليه بنقع؟ عشان نتعلم نقف تاني. والكلام ده ما خرجوش من اكتئابه خالص، لكن أنتوني احترم دعم بوبي. وبعدين بوبي سأله بجدية انت ليه بتصارع؟ وأنتوني رد عليه وقال لو ما بكسبش هفضل طول عمري اقول للناس ان قربت اكسب بس ما كملتش، وانما لو كسبت ساعتها مش هيبقى موضوع رجل النقص هو الحاجة الأهم بالنسبة لي. وبعدها في سنة أنتوني الأخيرة أنتوني اتمرن أكتر من أي وقت قبل كده، وركز كل طاقته عشان يثبت نفسه. وفي ليلة وهو راجع البيت لقى اخواته الصغيرين قاعدين بره، وقالوا له ان ابوهم ريك وصل من نص ساعة وقفل الباب عليهم عشان يتكلم مع جودي. وأنتوني جري على جوه ولقى ريك بيهدد جودي وكان هيضربها، فدخل بينهم وقال له يسيبهم في حالهم، وقال له يبطل تصرفاته دي، وقال له اطلع بره انا محتاجك تمشي دلوقتي. لكن ريك استفزه وتحداه وقال له يا سلام انت جاهز للمواجهة. لكن أنتوني عرف يسيطر على ريك بسرعة، وجودي كلمت البوليس وجم اخدوه واتكلبش واتقبض عليه بتهمة العنف الأسري. وبعدها العيلة كلها قعدت في البيت مرتاحين أخيرا من مشاكل ريك. وبعدين الليلة خلصت، وتاني يوم في الجامعة المدرب شون جمع الفريق وأعلن إنهم عملوا موسم جامد، ومدح شجاعة أنتوني في التدريبات والماتشات. وأنتوني قال له هو فخور لسه ما خلصناش يا كوتش، احنا هنبقى أبطال. وشون رد عليه بحماس 1-2، وكان قصده إنه يهتف لبقية الفريق. وفي البيت أنتوني لقى أمه ماسكة صندوق مليان جوابات، وكانت متأثرة جدا وقالت له يقعد معاها يقراها. والجوابات كانت من شباب صغيرة متأثرين بقصة أنتوني، وبيقولوا هو ازاي ألهمهم برغم ظروفهم الصعبة. وجودي كانت فخورة بس فضلت تعيط وتعتذر له على قراراتها زمان، وقالت انها كانت فاكرة ان اعاقته عقاب على اخطائها، لكن فهمت ان اختياراتها بعد ولادته صعبت عليه تقبل نفسه. وقالت له انت بحد ذاتك كفاية، والناس بتحس بالامل لما بيشوفوك، ودول مش بيشوفوا حد بنص رجل، دول بيشوفوا واحد مش ممكن لاي حد يوقفه، وده بيخليهم يؤمنوا بنفسهم. واخيرا وصلنا لسنة 2011 وبطولة ال NCAA للمصارعة، وأنتوني رجع وشارك بكل قوته وفاز على 3 خصوم، وكان مركز وواثق بنفسه. بس لما شاف مات في التلفزيون وعرف انهم ممكن يتقابلوا تاني في النهائي قلق شوية. ومات ومدربه كانوا بيتكلموا باستهزاء عن أنتوني وعن إعاقته، وقالوا حاجة زي أنا مش شايف حد ممكن يكسب مات في المكان كله، وإحنا في أيوة مش بنقبل أعذار. والمدرب شون طفى التلفزيون وقال لأنتوني مفيش حل غير إنك تقوم وتنهي الموضوع بنفسك. وأنتوني رجع هدوءه ونسي القلق، وجه اليوم اللي هيلعب فيه مات تاني، والمرة دي أنتوني كان أهدى ومركز أكتر، والماتش كان ساخن جدا، ومات كان بيلعب بقوة مش طبيعية، لكن أنتوني كان عنده موهبة وتركيز وقدرة على التحمل. وفي الآخر أنتوني قلب الترابيزة وفاز على مات وخد لقب بطل ال NCAA، والقاعة كلها اتملت تشجيع، وجودي جريت عشان تحضن ابنها، والمدرب شون كان فرحان جدا وبيصرخ من الفرحة. والفيلم خلص بعرض إنجازات أنتوني بعد الكلية، وإن مصارع حقيقي في الواقع، وكان أول واحد يتعاقد مع شركة نايكي بعد ما بطل مصارعة، وبقى بيشتغل مدرب ومحاضر تحفيزي عشان يلهم غيره في انهم يتغلبوا على تحدياتهم. وامه جودي برضه حققت انجازات حلوه ودخلت الجامعه واتخرجت من ولايه اريزونا سنه 2014، وبعد كده اخذت الدكتوراه في التربيه سنه 2022، وبقت في منصب مهم في الجامعه وبتساهم في اداره شؤون الطلاب وتقديم الدعم ليهم. والحكايه دي بتعلمنا ان مهما كانت التحديات والصعوبات فبالاصرار والعزيمه نقدر نتخطاها ونحقق اهدافنا. وكمان الدعم من العيله والايمان بنفسك هم اللي بيشجعوك في انك توصل لاعلى حاجه مهما كانت العواقب. ودي بتكون نهايه فيلمنا النهارده. قولوا لنا رايكم في الفيلم في التعليقات، ولو عجبكم فيديو النهارده اعملوا لايك واشتراك علشان تشوفوا ملخصاتنا اللي جايه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.